انا جايه النهارده اسهلها عليكم خالص. جبت البوله بتاعتي ونزلت عليها بكمان قمر الدين متقطع شرايح مكعبات كده صغنونه. هبدا انزل بيه كده في الطبق بتاعي، ومعايا كمان شويه من القراصيه متقطعين وكمان شويه من المشمشيه. هنزل كمان عليهم بشويه من التين برضو مقطعاهم مكعبات، وكم حبه تمر برضو مقطعاهم. وهجيب بقى معايا شويه من عين الجمل وهبدا كده اكسره بايديا، وشويه كده من الزبيب. هنزل كمان عليهم بمعلقه وكمان التانية من جوز الهند، وهنزل عليهم بكوبايه من الميه المغليه وكوبايه من الميه العاديه خالص. هسيبهم بقى هديهم بس تقليبتين، وهسيبهم وهغطيهم لحد ما الاقيه كده القمر الدين لون معايا، وهبدا كده اقدمه. طبعا احنا عملنا الميه المغليه علشان قمر الدين يبدا يفك معايا ويبدا يديني اللون، وده كان شكل الطبق بتاعي. احلى طبق خشاف هتقدميه على السفره في رمضان. سهل قوي وبسيط، وتعتبر كمان من اطباق الحلو. تقدري انك تعمليه خطير خطير، وبجد صحي ولذيذ. وبس كده، دي كانت وصفتنا النهارده. يلا جربوا الوصفه، والف هنا عليكم يا حلوين.